أنا كنت مأجر شقة من حوالي شهر، وبعد كده ظهرت فيها ريحة وحشة جدا، وكان المطبخ الوحيد في الشقة اللي مفهوش الريحة دي. فرحت قعدت فيه عشان أهرب، بس الغريب إن وأنا في المطبخ ألاقي البوتاجاز يشتغل لوحده مرة واحدة، وألاقي فيه حاجة جوه الفرن بتتشوي، بس هي مش باينة إيه. حاولت أقرب عشان أشوف ده إيه، شفت حاجة بشعة. أنا لقيت راس بني آدم جوه الفرن بتتشوي. أنا طبعا اتفزعت من المنظر ده. إزاي؟ انا حاولت اهرب، حاولت اخرج من باب المطبخ، بس ما لقيتش باب اصلا، الباب اختفى. وبعدها الاقي راس البني ادم اللي جوه الفرن عماله تتحرك اكتر واكتر. انا ضربات قلبي عليت وحاولت اهدى، وانا قاعد على الارض اغمى عليا. تاني يوم اصحى الاقي نفسي نايم على السرير عادي في نفس الشقه. قلت يمكن يكون ده كان حلم، بس لا، انا متاكد ان ده كان حقيقه. خرجت بسرعة من الأوضة وحاولت أروح أشوف المطبخ، لقيته نضيف تماما وزي ما هو مفهوش أي حاجة. رحت عند البوتاجاز لقيته مطفي عادي ومفيش جوه الفرن حاجة أصلا. لا، أنا كده شكيت في نفسي. أنا كنت بحلم طيب، ولا ده حقيقة، ولا ده إيه؟ أنا ضربات قلبي كانت عالية وقلبي كان مقبوض ومش مرتاح. أنا قررت قرار، أنا خلاص أنا همشي من الشقة دي، سواء بقى ده كان حلم أو حقيقة. أنا مش هقدر أقعد هنا تاني. رحت لميت هدومي كلها في شنطة، وبعدها لقيت باب البيت بيخبط. ورحت فتحت الباب، لقيت واحدة ست بتقولي لو سمحت أنا محتاجة مساعدة. قلت لها خير، أقدر أساعدك بإيه؟ قالت لي في عندي ريحة وحشة قوي في الشقة وخارجة من المطبخ، وحاولت أشوف ده من إيه، بس مش عارفة ومش قادرة استحمل أقعد في الشقة تاني، فحاولت أروح لأي حد يساعدني. طبعا أنا سكت وقفت مكاني من الصدمة، مش عارف أفكر أصلا. رحت قلت لها طيب خلاص أنا هاجي معاكي أشوف ده إيه بنفسي. رحت مشيت معاها ورحت عند باب شقتها. هي كانت في نفس الدور اللي أنا فيه، الباب اللي كان في وشي على طول. رحت فتحت باب شقتها، وأول ما دخلت الشقة فعلا شميت الريحة وكانت قوية جدا. مشيت خطوتين ولقيت الست مسكت في إيدي وطلعت تجري. بصيت ورايا لقيت حاجة. لو عايزين تعرفوا بقية الحكاية اعملوا اشتراك في القناة واستنوا الحلقة الجديدة يوميا الساعة 9 مساء.